في فيديو النهارده هنتكلم عن موضوع بيهم اي اتنين داخلين على جواز جديد او لسه متجوزين جديد وبيفكروا يقضوا شهر العسل فين، بره مصر ولا جوه مصر. فالنهارده هنتكلم عن اماكن بره مصر، مكانين مشهورين المصريين بيحبوا يروحوهم، وهي جزيرة بالي وجزيرة بوكيت. فتعالوا نعمل مقارنة ونشوف انهي مكان فيهم احسن. يلا بينا. في الفيديو هنقسم المقارنة بتاعتنا لمجموعة من النقط، زي مثلا الشواطئ، انهي الفيزا بتاعتها اسهل، بتاعت تايلاند ولا اندونيسيا، الاكل ارخص هنا ولا هنا، تكاليف الطيران، تكاليف الاقامة، الكلام ده كله هنقسمه وناخده نقطة نقطة. فيلا بينا. الشواطئ في تايلاند بتعتبر من افضل الشواطئ اللي موجوده في العالم، وتايلاند مشهوره بالجزر اللي حواليها، لان في جنوب تايلاند في الاف الجزر اللي موجوده، زي مثلا جزيره كو ساموي، كو بانجان، وكو تاو. كلمه كو بالتايلاندي هي معناها جزيره. اشهر جزيره هناك اللي المصريين والعرب بيحبوا يروحوا لها هي جزيره بوكيت، لان هي مشهوره بجمال المناظر الطبيعيه بتاعتها. فالميه هناك نقيه جدا والمناظر الطبيعيه رهيبه، بتخليك تاخد احلى صور تقدر تاخدها في حياتك. وكمان بتقدر تطلع من جزيرة بوكيت رحلات لجزر تانية، زي جزيرة جيمس بوند اللي مشهورة جدا وتصور فيها فيلم جيمس بوند، أو جزيرة بي ايلاندز. تطلع رحلة، بتحجز رحلة وبتطلع يوم واحد بتلف فيه على الجزر ديت وتصور صور خطيرة، وبتعوم في المياه هناك، والمياه هناك نقية نقاء غير طبيعي، بتحس إن أنت في كوكب تاني غير كوكب الأرض. هنيجي لجزيرة بالي. بالي فيها أماكن ومناطق كتير مشهورة، زي سيمينياك، تشانجو، أولواتو. كل منطقة من دول ليها شواطئها، كل منطقة من دول ليها الطابع الخاص بتاعها. هنبدأ بأول منطقة اسمها تشانجو، والشواطئ هناك الناس بتروح تعمل فيها سيرفنج، والموج فيه عالي شوية. في أولواتو بيبقى الناس البروفيشنال في السيرفنج. وفي سيمينياك، والشواطئ بتاعتهم كلها شبه بعض شويه، يمكن اولواتو احسنهم، المايه هناك لونها ازرق. يمكن سيمينياك وتشانجو المايه هناك لونها رمادي، والرمله مش بيضه زي عندنا في مصر. فهتحس ان الشواطئ مش عاجباك قوي، او مش دي الشواطئ اللي انت هتبهرك يعني. فبالنسبه لي في الشواطئ تايلاند تكسب، والشواطئ بتاعت تايلاند تتفوق على الشواطئ بتاعت بالي بدرجه كبيره جدا. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، وهي تكلفة تذاكر الطيران. الاتنين البلدين بالي أو بوكيت يعتبروا في جنوب شرق آسيا، وبلدين بعاد عن مصر. رحلة السفر بتاخد 10 ساعات مثلا، فالاتنين بعاد، فتذاكر الطيران ما بتبقاش رخيصة. يستحسن أول حاجة لو بتحجز تذاكر الطيران إنك تحجز رايح راجع مرة واحدة، لأن هي بتبقى أرخص. تاني حاجة يستحسن إنك تحجز قبليها بفترة كبيرة، يعني ما تروحش تحجز قبليها مثلا بأسبوع، لأن هي ساعتها هيبقى التذاكر غالية. تالت حاجة يستحسن برضو ان انت ما تحجزش في وقت او ما تروحش في وقت يكون في ضغط او السيزون هناك، لان طبعا التذاكر هتبقى ساعتها اغلى. الاسعار ما بينهم متقاربة، في حدود 10 12 الف جنيه حسب الوقت، رايح راجع. فالاسعار ما بتختلفش ما بينهم قوي، يعني ممكن هيبقى الفرق 500 جنيه 400 جنيه، فمفيش فرق كبير في اسعار تذاكر الطيران ما بينهم. هو الفيزا. تايلاند بلد بتحتاج لفيزا قبل ما تروح على هناك، ولازم تطلعها من مصر قبل ما تسافر. الفيزا بتاخد في حدود من 3 ل 4 ايام عشان تطلع لك، بس عشان تطلع لك لازم يكون ورقك جاهز. فلازم تكون مجهز كشف حساب بنكي يكون فيه على الاقل 20,000 جنيه. لازم يكون معاك اتش ار ليتر من مكان عملك، بمرتبك، بتفاصيل شغلك، بالبوزيشن بتاعك، بالكلام ده كله. تالت حاجة يكون معاك حجز الإقامة، ممكن تعمل حجز أولي من غير ما تدفع فلوس. ويكون معاك حجز طيران، وممكن برضو تحاول تعمل حجز أولي بحيث إن أنت تكنسل بعد كده مثلا، أو تحدد ميعاد الطيران على مزاجك يعني. بالي بلد مش محتاجة فيزا للمصريين، وفاتحة حدودها للمصريين، بتروح من غير أي فيزا، ودي نقطة تحسب لبالي. فانت ما بتروح بتطلع الفيزا هناك اون ارايفل، بتطلعها من المطار، بتدفع برضو في حدود 600 او 500 جنيه وبتطلع الفيزا من المطار، وبتسمح لك انك تقعد جوه البلد 30 يوم. فالفيزا لتايلاند بتكلف حدود 700 او 800 جنيه، ولازم تكون مطلعها من بره مصر. والفيزا البالي مش محتاج ان انت تطلعها وانت في مصر، بتطلعها بس اول ما توصل هناك، وبتكون في حدود 500 او 600 جنيه. فهنا بالي تتفوق على تايلاند في مسألة الفيزا. نيجي لنقطة مهمة جدا، وهي نقطة الإقامة. الإقامة في شرق آسيا عامة رخيصة، وما بتحتاجش إن أنت تدفع فلوس كتير قوي عشان تقعد في مكان كويس. عندك أوتيلات، وعندك استوديوهات، وعندك ممكن تحجز عن طريق بوكينج كوم، عن طريق اير بي ام بي. كل الكلام ده وكل الأماكن وكل الحاجات اللي في دماغك ممكن تكون متاحة، لدرجة إنك ممكن تقعد من أول $5 في اليوم لو أنت عايز تكون مسافر سفر رخيص،
وممكن تدفع $1000 في اليوم حسب انت مقدرتك الماليه عامله ازاي. لو انت مثلا عايز تقعد في فيلا برايفت ببول، لو انت رايح هاني مون وعايز تدلع نفسك، فممكن تقعد وتدفع فلوس، مثلا فيلا تأجر لك فيلا يوم ب$100 مثلا، او يومين مثلا ممكن تلاقي فيلا ب50 و60 دولار. هتلاقي كل الاختيارات عندك متاحه. لو انت عايز تروح وتقعد وتصرف صرف رخيص بحيث ان انت تبقى اسمك سافرت شهر عسل في بالي وما صرفتش كتير قوي على حسب قدرتك الماليه، فممكن ما تحجز اماكن عاليه جدا. ممكن تقعد في مكان كويس ب$10 او $15 في اليوم، والمكان هتلاقي فيه بول وشيرد بولز، وممكن كمان يكون معاه فطار و واماكن نضيفه جدا. بالنسبه لي انهي ارخص، تايلاند ولا بالي في السكن؟ هما الاتنين مش بعيد قوي عن بعض، بس بالنسبه لي الاوبشنز المتاحه لسكن كويس مقابل الفلوس اللي بتدفعها في بالي. لان انت في بالي ممكن تدفع $5 أو $6 وتقعد في مكان فيه بسين او بول، وتلاقي الدنيا جميله جدا، وتلاقيك واخد اوضه بتكييف بحمام بتلفزيون. الكلام ده في تايلاند هيبقى اغلى شويه. فبالي بالنسبه لي السكن فيها ارخص من تايلاند، مش بدرجه كبيره بس ارخص، والقيمه مقابل الفلوس احسن بكتير. نيجي للاكل. الاكل دوت بيختلف طبعا من بني ادم لبني ادم. في بني ادم بيحب ياكل 4 5 مرات في اليوم، في بني ادم ممكن ياكل مره واحده في اليوم. فالاكل دوت بيعتمد على التجربه الشخصيه بتاعتك، لان انت برضو ممكن ما بتعرفش تاكل غير في مناطق او مطاعم غاليه جدا، وفي ممكن بتعرف تاكل وتمشي يومك في اماكن لوكال وتمشي يومك باكل سريع يعني. انا بالنسبه لي الاكل برضو في شرق اسيا مش غالي، بالذات لو رحت الاماكن اللوكالز بتاعتهم او كلت الاكل اللي اهل البلد بياكلوه، وبالمناسبه بيبقى طعمه حلو جدا، فبيبقى الاكل رخيص. يعني ممكن تدفع في اليوم في حدود ما بين 50 جنيه مصري ل 100 جنيه مصري وتقضي اليوم كده. عندهم تنوع كبير في الاكل، وفي مطابخ ومطاعم كتير جدا من كل الاماكن اللي موجوده في العالم، فانت هيبقى متاح لك كل الاماكن او كل المطابخ اللي موجوده في العالم. فممكن تبقى عايز النهارده تتغدى اكل ايطالي، او تتغدى اكل اندونيسي، اكل عربي مثلا. فكل او اكل صيني لو انت بتحب السوشي، لو انت عايز تجرب اكل ياباني او اكل تركي. كل المطابخ اللي موجوده في العالم هي موجوده حواليك، لان هنا السياحه موجوده بشكل كبير، وفي تنوع سياحي رهيب. فهتلاقي كل المطابخ، كل الاكلات اللي انت متخيلها موجوده حسب انت اختياراتك وانت وذوقك. بالنسبه لي انا في الاكل اني احسن، تايلاند ولا بالي؟ في نقطه خلي بالي بالنسبه لي احسن، ان اندونيسيا بلد مسلمه، فالاكل بالنسبه لي على طول حلال، ما بضطرش افكر كتير الاكل ده حلال ولا لا، الاكل ده بورك ولا لا. فعلى طول بالنسبه لي هنا في بالي الدنيا مريحه في اختيار الاكل، ان انا ببقى عارف ان الاكل هنا حلال. ففي تايلاند لازم دايما بسال قبل ما بطلب الاكل ده حلال ولا مش حلال. ده غير كمان الفطار هنا وكواليتي الاكل في البلدين عاليه جدا، يعني كواليتي الاكل رهيبه. هفرجكم كمان على يعني زي ما انتم شايفين كده. هنيجي لنقطة مهمة جدا، وهي نقطة البني آدمين والناس. هل هما بيتعاملوا مع السائح ازاي؟ هل هما بيتعاملوا معاه ان هو بس عايزين ناخد منه فلوس، وبيحاولوا ان هما دايما يقلبوك ويزودوا عليك السعر، وبيحاولوا دايما ان هما يطلعوا منك فلوس على قد ما يقدروا، ولا لا؟ في تايلاند الناس بتحترم السائح بدرجة كبيرة جدا، لان هم عندهم بيقدسوا السياحة، لان هم جزء كبير قوي من دخلهم بيعتمد على السياحة. فهو في تايلاند حرفيا ما بيحاولش يطلع منك فلوس غير بس مقابل الخدمة اللي بيديها لك. كمان ممكن لو فصلت معاه بينزل لك كمان في السعر. فدايما بيحاولش يطلع منك اي فلوس، حتى لو باقي لك جنيه بيرجع لك الجنيه، لو باقي لك نص جنيه بيرجع لك النص جنيه. ما عندهمش ثقافة التيبس غير لو انت عايز تدفع. ما عندهمش ثقافة ان هو لازم يطلع منك فلوس بلا مقابل او بلا خدمه يعني. فالموضوع هناك بيتعاملوا مع السياح بدرجه كبيره جدا من الاحترام، وودودين جدا، وبيقدروا السائح بدرجه كبيره. نيجي بقى لبالي. الناس في بالي برضو عندهم نفس الاحترام للسائح، لان برضو في بالي عندهم احترام كبير قوي للسائح، لان الناس سياح كتير جدا مستوطنين هنا وعايشين في بالي. فهنا بيعتمد ان انت بتقدم له مصلحه متبادله، ان انت عايش وبترفع له الاقتصاد، ودايما في سياح وبتدخل له عمله صعبه، وفي نفس الوقت هو بيقدم لك خدمه كويسه. فعندهم برضو احترام كبير جدا للسائح والسياح، وبيتعاملوا معاهم بنظريه انه عايز يرضيك، مش عايز يطلع منك فلوس. هو عارف لما يرضيك ويقدم لك خدمه كويسه انت من نفسك هتديله فلوس. ما عندهمش ثقافه برضو التبس، ما عندهمش ثقافه البقشيش، ما عندهمش ثقافه ان هو يحاول يضحك عليك ويطلع منك فلوس. طبعا ممكن في البياعين مثلا في الحتت السياحيه بيحاول يزود شويه في السعر،
بس لما انت بتفاصل معاه هو بينزل كده كده لوحده، يعني على طول ما بيقاوحش معاك كتير يعني. بيبقى عنده الفكره ان هو عايز يبيع كتير اكتر من ان هو ايه يحاول يبيع لك غالي يعني. بس فبالنسبه لي الاتنين متعادلين جدا في فكره التعامل مع السياح واحترام السائح وتقديم خدمه كويسه للسياح. وبكده بنوصل لنهايه الفيديو. قارنا بين الاتنين في نقط كتير، بالي ولا بوكيت. بالنسبه لي بالي تتفوق عن تايلاند في حبه نقط صغيره مش كتير، منها نقطه الفيزا، نقطه الاكل، نقطه التنوع الثقافي شويه. فقولوا لي رايكم في الكومنتات وعرفوني لو انتوا رحتوا دي او دي او ناويين تروحوا، ايه بالنسبه لكم احسن وتحبوا تختاروا دي ولا دي، وايه النقط اللي انا ما ذكرتهاش ممكن تفرق بالنسبه لكم. لو عايزين تسالوني عن نقط تانية اكتبوا لي في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.